السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مس مريم هذاكر مع مس مريم. النهاردة هنحل اختبر نفسك على درس النماذج للمشكلات الاجتماعية في بلدنا، دراسات الصف الرابع الابتدائي، صفحة 42. تمام. السؤال الأول: ألف، اختر الإجابة الصحيحة مما يلي. 1. أي من التالي يعد من معوقات خطط التنمية في مصر؟ بناء المستشفيات، بناء المدارس، مشكلة الأمية، إقامة المشروعات. ايه اللي بيعد من معوقات خطط التنمية؟ انا مثلا عايزه انمي البلد، طيب في حاجه معوقاني او واقفه اللي انا خليني انمي البلد، منها ايه؟ منها مشكله الاميه. يبقى مشكله الاميه من المشكلات من اللي بتعوق البلد في خطط ايه؟ التنميه. هنقوم عاملين عليها شرط. 2. عدم معرفه الفرد القراءه والكتابه. العباره السابقه تعد تعريفا للاميه المعلوماتيه، الحضارية، الهجائية، الوظيفية. طيب أنا ما بعرفش أقرأ ولا أكتب، يعني أنا عندي أمية هجائية، يبقى أمية إيه؟ هجائية. إنما المعلوماتية اللي أنا ما بعرفش أستخدم التكنولوجيا. 3. تبذل الدولة جهودا للقضاء على الأمية في مصر، منها الاهتمام بالعمل، الصحة، التعليم، السياحة. أنا عشان أقضي على الأمية لازم أهتم بإيه؟ لازم أهتم بالتعليم. كاتبين التعليم، يبقى عشان اتعلم او لا عشان اقضي على الاميه لازم اتعلم او انشئ مدارس عشان تكفي الطلاب عشان يتعلموا. رقم 4. كتابه استخدمها المصريون القدماء وكانت على شكل صور ورسوم. العربيه، الهيروغليفيه، السريانيه، السومريه. المصريين القدماء كانوا عرفوا الكتابه الهيروغليفيه. طيب الكتابة الهيروغليفية دي كانت عبارة عن ايه؟ عن صور ورسوم. يبقى اللي كانت على شكل صور ورسوم اللي هي ايه؟ الهيروغليفية. يبقى الكتابة الهيروغليفية اللي هي كتابة المصري القديم عرفها، بس كانت عبارة عن ايه؟ عن صور ورسوم. رقم ب. امامك خريطة صماء لمصر، ادرسها ثم اختر الرقم الذي يشير اليه الاجابة. 1. محافظة تنخفض بها نسبة الأمية. عندنا هنا رقم 1، عندنا هنا البحر الأحمر. 2، 3 هنا اللي عند القاهرة. 4 عند مثلا هنا الجيزة. طيب محافظة تنخفض بها نسبة الأمية، عندنا رقم كام؟ عندنا رقم 1 اللي عندنا هنا البحر الأحمر. 1 هنقوم كاتبين 1. السؤال الثاني: أكمل العبارة الآتية بكلمات مناسبة. 1. تسعى مصر إلى إقامة العديد من المشروعات لتحقيق الحياة نقط للسكان. مصر بتسعى اللي هي بتعمل مشروعات جديدة للسكان. طيب ديت ضمن مبادرة حياة ايه؟ ديت ضمن مبادرة الحياة الكريمة للسكان. يبقى لتحقيق الحياة الايه؟ الكريمة. الكريمة. تمام. 2. الأمية تقلل من فرص الحصول على نقط. أنا ما بعرفش أقرأ ولا أكتب، فلما أجي أشتغل مش هلاقي شغل. يبقى الأمية تقلل من فرص الحصول على إيه؟ على العمل. على عمل. 3. أنشأ المصريون القدماء المدارس من أجل الاهتمام بإيه؟ أنا عايزة أهتم بالتعليم، عشان كده عملت المدارس. طيب أنا عملت المدارس عشان أهتم بإيه؟ بالتعليم. بالتعليم. تمام. رقم 4. تعد زيادة معدلات الجريمة وتهديد أمن واستقرار المجتمع نتيجة لمشكلة نقط. في معدلات جريمة زايد في البلد. طيب دوت بسبب ايه؟ بسبب مشكلة البطالة، مفيش شغل، فعشان كده في معدلات جريمة بتزيد. يبقى نتيجة لمشكلة ايه؟ البطالة. تمام. رقم 5. عدم قدرة الفرد على تشغيل الأجهزة يعد ذلك أمية نقط. أنا ما بعرفش أشغل الأجهزة الإلكترونية. طيب ديت أمية إيه؟ دي أمية تكنولوجية. تكنولوجية. تمام. شوف السؤال اللي بعده. السؤال الثالث: ألف، ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة غلط أمام العبارة غير صحيحة. 1. الأمية المعلوماتية
تعني عدم قدرة الشخص على القراءة والكتابة؟ طبعا خطأ. ليه؟ لأن أنا ما بعرفش أقرأ وأكتب، يعني الأمية الهجائية، إنما الأمية المعلوماتية اللي أنا ما بعرفش أستخدم التكنولوجيا. 2. تزداد نسبة البطالة في الحضر أكثر من الريف في مصر؟ طبعا إيه؟ طبعا خطأ. ليه؟ لأن نسبة البطالة بتزيد في الريف عن الحضر. طيب. 3. تؤثر الأمية إيجابيا على الفرد والمجتمع؟ طبعا غلط. ليه؟ لأن الأمية بتؤثر سلبيا على الفرد، على الفرد نفسه وعلى المجتمع ككل. أنا مش لاقية شغل، أو أنا مش متعلمة، فهاجي أدور على شغل ما لاقيش، يبقى دوت بتأثر سلبي على الفرد الشخص اللي ما اتعلمش، وعلى المجتمع اللي هو مفيش ليه شغل. طيب. ب. وضح العلاقة بين الكتابة والحضارة المصرية القديمة. ايه العلاقة بين الكتابة والحضارة المصرية القديمة؟ احنا عرفنا الحضارة المصرية القديمة عن طريق ايه؟ عن طريق الكتابة، اللي هي الكتابة الهيروغليفية، اللي هي الصور والرسومات. طيب، العلاقة بينهم ايه؟ ان المصري القديم استخدم الكتابة الهيروغليفية عشان يسجل الاحداث والاخبار، وايه كمان؟ واهم الانجازات اللي هو عملها. وكمان ساعد ايه؟ مما ساعد في معرفة الحضارة المصرية القديمة. هنقوم كاتبين استخدم المصريون القدماء الكتابة الهيروغليفية في تسجيل الأحداث والأخبار وأهم الإنجازات. طيب، وإيه كمان؟ مما ساعد على معرفة الحضارة المصرية القديمة. تمام، وبكده نكون خلصنا. معاكم مس مريم مع ذاكر مع مس مريم. انتظروني في حل باقي الاختبارات مع المواد، وبالتوفيق لينا وليكم يا رب العالمين. وما تنسوش تدعوا لاخواتنا في فلسطين، وما تنسوش كمان تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.